ده الفرق بين كواليتي كتاب اشتريته ب 10 جنيه لحد ما نوصل لكواليتي كتاب اشتريته بقريب من 1000 جنيه. الكتاب الاولاني ب 10 جنيه زي ما انتم شايفين الغلاف بتاعه قديم، الكتاب كله اصلا على بعضه قديم والغلاف بتاعه ما فيهوش كتير، شكل الكاتب واسم الكتاب، ولو دخلت من جوه هتلاقي ان الورق بتاعه ابيض والكتابه ممكن في بعض الحتت تلاقيها مقطعه. لو علينا شويه بالكواليتي وبدانا ان احنا نخش في كتاب ممكن تشتريه ب 60 او 70 جنيه، هتلاقي ان الكتاب اللي معانا هو كتاب من دار نشر. الكواليتي بتاعت الكفر احسن شويه، حاطين رسمه للكاتبه برضو وحاطين اسم الكتاب، بس الجوده بتاعت الغلاف احسن شويه. ولو دخلت هتلاقي الورق بتاعه من جوه اصفر، بس لو ملاحظ مكدسين الكلام كله فوق بعضه علشان نحطه في اقل عدد ممكن من الورق، بس كتابه كويسه. نعلى شويه الكتاب ممكن تجيبه مثلا ب 100 جنيه 120 جنيه بالكتير قوي يعني، وهو هتلاقيه كتاب لكاتبه معروفه جدا ايزابل اليندي، الغلاف مصروف عليه وكل حاجه كويسه فيه وشكله لذيذ، بس لو فتحت من جوه هتلاقي الخطوط مقطعه، جوده الورق مش كويسه، وفي نفس الوقت الهوامش في بعض الحتت بتبقى مش مظبوطه. ليه؟ لان ده كتاب مضروب والكتاب دوت بيبقى حرام تشتريه. لو وصلنا بقى ل 200 جنيه هنلاقي ان احنا وصلنا لكتاب اسمه موت العالم، والكتاب دوت من دار الكرمه. هتلاقي ان الكتاب عليه الرسم عليه فكره او الغلاف عليه فكره، جوده الغلاف طبعا مختلفه تماما واحسن من الكتاب المضروب اللي قبله. لو جيت فتحت هتلاقي ان الصفحه الورق بتاعها كويس، وهتلاقي ان هم سايبين مسافات عادي وكاتبين كلام كويس، والهوامش بتاعته كلها كويسه ودنيته لذيذه بس حجمه صغير. نعلى بقى بعدها شويه الكتاب ممكن تجيبه ب 250 ل 300 جنيه، وهتلاقي ان احنا معانا كتاب القطائع. الغلاف بتاعه مش احسن حاجه بصراحه يعني، مش كتصميم مش احسن حاجه، بس كجوده كويس، وفي نفس الوقت الكتاب نفسه كبير وفيه خاصيه كمان حلوه، وهو ان انت ممكن تفتح الكتاب بسهوله، الكتاب ممكن يتفتح وتعرف تقرا فيه. تنسيقه كويس، هوامشه مظبوطه، الكلام فيه مسافات. نوصل بقى شويه ل 300 350 جنيه في الرينج ده، وممكن كمان تلاقيها دلوقتي بقت ب 400. هتلاقي ان انت الكتاب حجمه صغير والغلاف بتاعه سيمبل ولذيذ، بس الفرق ان انت هتلاقي هنا الكتاب هارد كفر، الكتاب نفسه هارد كفر، الكفر بتاعه كرتون، وفي نفس الوقت لو فتحت الكتاب من جوه هتلاقي ان الورق بتاعه كويس جدا وسايبين مسافات عادي جدا، لان هم طبعا مدفعينك فلوس فعدد الورق هيكون كويس. نعلى بقى شويه 400 جنيه 450 او 500 جنيه في الرينج دوت، هتلاقي ان انت رجعت عادي الكتب شكلها عاديه، بس هيعملوا لك حته زياده، هيعملوا لك الحته اللي جوه ديت مش عارف لازمتها ايه بصراحه، بس هي معموله، وهيبقى الغلاف مصروف عليه وجايبين مترجم وجايبين ناشر، الناشر دوت مشهور، وهتلاقي من جوه ان المسافات بتاعته مش لذيذه قوي ومش وحشه قوي، وفي نفس الوقت التنسيق برده مش وحش قوي ومش لذيذ قوي، بس الفكره ان الكتاب مترجم من كاتب مشهور. نعلى بقى للكتاب الاخير اللي معانا، والكتاب دوت ب 800 جنيه، وزي ما انتم شايفين الكتاب الغلاف بتاعه لذيذ جدا حلو قوي، وفي نفس الوقت بصوا حجمه اصلا عامل ازاي دوت شكله، وفي نفس الوقت مش من دار مصريه، من دار افاق، دار مش مصريه. الهوامش من جوه كويسه، والكتاب نفسه فيه رسومات وفيه اشكال توضيحيه وفيه حاجات كتيره جدا، وكتاب دسم جدا وحجمه كبير قوي. فده الفرق بين الكواليتي من 10 جنيه لحوالي 800 جنيه.